هل ده يرضي حد؟ يعني هل انتوا هل جمهور الاهلي مستمتع؟ يعني ايه الجديد؟ طب ايه اللي بيحصل؟ خلي اخوك يركب شويه، ليه احنا لا؟ طب جربنا نكسب كده مره وهتلاقيني حلو. فين الدراما؟ فين الحياه؟ فين ان حاجه تحصل؟ بس يا جماعه عايز اعرف اخرتي انا ايه؟ يعني انا دلوقتي مش مشكلتي ان الزمالك ياخد الدوري او ما ياخدوش. انا حقيقي بتضايق، حقيقي بتنكد. هل الحل ان احنا نشتري ابو تريكه؟ يعني مثلا نعمل اكتتاب عام في نادي الزمالك، هل نبيع اللعيبه كلها ونشتري ابو تريكه؟ ابو تريكه ليه بينكد علينا؟ ايه الفكره؟ بس مش عارف اعمل ايه. يعني هل مثلا في حياتي مثلا لغايه اما اوصل لسن ال 55 او 60 مش هشوف يوم كويس؟ يا رب بحق جاهل الايام المفترجه دي. اي منظر، اي حاجه. انا تعبت. عبدك الغلبان الزملكاوي تعب. زهقت. فين يا جماعه؟ فين يا زملكاويه؟ فين يا مصراويه؟ مفيش حد. حتى يا عيني ابتدى الزمالك ينقرض، ابتدى يندثر، ابتدينا نبقى يعني ابتدينا نبقى زي النكته اللي جت اليومين دول ان احسن صيام في رمضان هو الاثنين والخميس. يعني يا ريت نكثر من صيام الاثنين والخميس في رمضان. فيبدو ان احنا هنفضل طول عمرنا نناضل على المركز الثاني. طب انا عندي اقتراح وكنت قلته من الاول، ليه الاهلي ما يلعبش قدام الاهلي؟ يعني ايه الجدوى المسابقه؟ ايه الجدوى ان احنا كلنا نلعب ما دام في قرار ما، قرار الهي، قرار رياضي ان الاهلي ياخد الدوري وان الاهلي ياخد الكاس؟ يعني ما دام القرار ده موجود فخلاص احنا نيجي كل سنه كده نعمل حفله كابتن ابو تريكه درع الدوري، كابتن ابو تريكه الكاس، ونادي الزمالك يبقى نادي رياضي يلعبوا باسكت بول، اي بول، يعني اي بول موجود ويلعبوه وخلاص. انا بعد كده مش هتكلم في الموضوع ده تاني. يعني الموضوع ده يعني ايه؟ يجي ماتش اهلي والزمالك الاهلي كسب، طب مبروك يا جماعه. مش هتكلم في موضوع الزمالك ده تاني خالص. انا خدت قرار انه يعني خلاص، ولكن هظل زملكاوي محافظ على انتمائي للفانيلا البيضاء، محافظ على الخطين، محافظ على شعوري انه الزمالك نادي جيد، ولكن في النهايه مفيش فايده، والعاقبه عندكم في المسرات ما بتكونش حاجه وحشه.